بسم الله الرحمن الرحيم. سنة تانية إعدادي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بنكمل حل محافظات علوم من كتاب الامتحان 2023 الترم التاني. وصلنا لمحافظة الغربية، ودي محافظة رقم 14. دي كراسة التدريبات صفحة 119. وجبنا محافظة الغربية محلولة، هنراجعها مع بعض. أكمل العبارات الآتية: 1. أمواج الصوت من الأمواج الميكانيكية الطولية، بينما أمواج الضوء من الأمواج الكهرومغناطيسية المستعرضة. الصوت موجة ميكانيكية طولية، والضوء موجة كهرومغناطيسية مستعرضة. 2. بعد إتمام عملية الإخصاب في النبات، المبيض بينمو ويكون ثمرة، أما البويضة بتنمو وبتكون بذرة، لأن كما أن البذرة بداخل الثمرة فإن البويضة داخل المبيض. 2. تقاس شدة الضوضاء بوحدة الديسيبل، أما شدة الصوت بتقاس بوحدة واط على المتر تربيع. 4. يتم التكاثر الزهري اللي هو التكاثر الجنسي. التكاثر الجنسي في النبات بيتم على خطوتين: الخطوة الأولى التلقيح الزهري، الخطوة الثانية الإخصاب. التلقيح والإخصاب. صوب ما تحته خط. 1. تمثل الحركة التوافقية البسيطة بمنحنى جيبي وليس بخط مائل. 2. الأزهار كبيرة الحجم والملونة يتم تلقيحها غالبا بواسطة الحشرات وليس الماء، لأن الأزهار كبيرة الحجم الملونة هي اللي بتجذب الحشرات، والحشرات بتقوم بدورها في عملية التكاثر. 3. تعرف أمواج الزلازل المدمرة باسم التسونامي. التصحيح: أمواج المد البحري. تعرف أمواج المد البحري وليس الزلازل باسم التسونامي. 4. تستخدم الموجات فوق السمعية. ده من استخدامات الموجات فوق السمعية، بتستخدم في تعقيم المواد الغذائية. بعد كده، ما معنى قولنا أن؟ 1. معامل الانكسار المطلق للماء بيساوي 1.33%. بنعرف معامل الانكسار المطلق للوسط: هو النسبة بين سرعة الضوء في الهواء وسرعة الضوء في الوسط. الوسط هنا هو الماء، فتعريف معامل الانكسار المطلق للماء هو النسبة بين سرعة الضوء في الهواء وسرعة الضوء في الماء. إذن الإجابة: معنى ذلك أن النسبة بين سرعة الضوء في الهواء وسرعة الضوء في الماء بتساوي 1.33%. يعني لو قسمنا سرعة الضوء في الهواء قسمناها على سرعة الضوء في المية، الناتج 1.33%. 2. طول موجة صوتية 1.5 متر. الموجة الصوتية موجة الصوت موجة طولية. الموجة الطولية بتتكون من تضاغطات وتخلخلات. تعريف طول الموجة الطولية هو المسافة بين مركزي أي تضاغطين متتاليين أو تخلخلين متتاليين. إذن الإجابة: معنى ذلك أن المسافة بين مركزي أي تضاغطين متتاليين أو أي تخلخلين متتاليين في هذه الموجة تساوي 1.5 متر. ضع علامة صح أو خطأ، وهنا طالب مع تصويب العبارة الخطأ. 1. الزهرة وحيدة الجنس يمكن تلقيحها ذاتيا. العبارة خطأ، لأن طالما هي زهرة وحيدة الجنس بالتالي مش هيحدث تلقيح ذاتي. علشان يحدث تلقيح ذاتي في نفس الزهرة لازم تكون الزهرة خنثى. التصويب: الزهرة ثنائية الجنس. ثنائية الجنس اللي هي الخنثى. 2. ينكسر الشعاع الضوئي مبتعدا عن العمود المقام عند انتقاله مائلا من الهواء إلى الزجاج. العبارة خطأ. ليه؟ الهواء أقل في الكثافة الضوئية، الزجاج أكبر في الكثافة الضوئية، فلما الشعاع ينتقل من الهواء اللي هو أقل كثافة ضوئية
يروح للزجاج اللي هو أكبر كثافة ضوئية، فهينكسر مقتربا من العمود المقاوم. التصويب مبتعدا عن هنخليها مقتربا من. 3. تتوقف درجة الصوت على سعة اهتزاز مصدره، العبارة خطأ. التصويب تتوقف درجة الصوت على تردد مصدره. درجة الصوت بتتوقف على التردد. 4. في صح وغلط. تتناسب سرعة البندول البسيط عكسيا مع مقدار إزاحته بعيدا عن موضع السكون. العبارة صح. العبارة صح ليه؟ الجسم المهتز هنا هو البندول البسيط. البندول البسيط كل ما يبعد عن موضع السكون يعني الإزاحة بتزيد، فسرعته بتبدأ تقل، إذن في تناسب عكسي. وكل ما يقترب من موضع السكون يعني الإزاحة بتقل، سرعته بتزيد، إذن في تناسب عكسي، والعبارة صح. قارن بين. رقم 1، عايزين نقارن بين الحيوان المنوي والبويضة من حيث الحركة والتركيب. المقارنة هنا هتتعمل في جدول. هنعمل جدول للمقارنة. رقم 1 هنقارن من حيث الحركة. البويضة ساكنة، خلية ساكنة، أما الحيوان المنوي خلية متحركة. رقم 2 التركيب. الحيوان المنوي يتركب من 3 أجزاء: رأس، قطعة وسطى، ذيل. أما البويضة برضو بتتكون من 3 أجزاء: غلاف خلوي، سيتوبلازم، نواة. بعد كده الموجات الكهرومغناطيسية والموجات الميكانيكية، عايزين مقارنة من حيث الانتشار والسرعة. برضو المقارنة هتتعمل في جدول. هنعمل جدول للمقارنة. الموجات الميكانيكية يلزم لانتشارها وجود وسط مادي، أي لا تنتشر في الفراغ. أما الموجات الكهرومغناطيسية لا يلزم لانتشارها وجود وسط مادي، أي تنتشر في الفراغ. من حيث السرعة، الموجات الميكانيكية سرعتها صغيرة أو قليلة جدا بالنسبة للموجات الكهرومغناطيسية. أما الموجات الكهرومغناطيسية سرعتها كبيرة جدا، حيث تنتشر في الفراغ بسرعة 3 في 10 أس 8 متر على الثانية. ولازم نعمل المقارنة كاملة علشان ناخد الدرجة كاملة. ج. بندول مهتز يصنع 20 إزاحة في 2 ثانية. احسب زمنه الدوري. بنكتب القانون. الزمن الدوري بيساوي الزمن بالثانية على عدد الاهتزازات الكاملة. خلاص كتبنا القانون، بنعوض فيه. الزمن بالثانية عندي 2 ثانية على عدد الاهتزازات الكاملة. 20 إزاحة دول كام اهتزازة كاملة؟ الاهتزازة الواحدة الكاملة بتساوي 4 ساعة اهتزاز، أو 4 إزاحات. الاهتزازة الواحدة الكاملة فيها 4 ساعة اهتزاز، يعني 4 إزاحات. 20 إزاحة دول كام اهتزازة كاملة؟ هنقسم على 4. 20 على 4 بتساوي 5. إذن عدد الاهتزازات الكاملة 5. نقسم 2 على 5 بيساوي 4/10. والزمن الدوري وحدة قياسه ثانية. إذن الزمن الدوري للبندول 4/10 ثانية. السؤال الثالث ألف، اختر الإجابة الصحيحة. 1. احنا كده بنعرف الطول الموجي. تعريف الطول الموجي، وده الطول الموجي للموجة المستعرضة، هو المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين. 2. تردد فوتون الضوء البنفسجي، هنختار أكبر من تردد فوتون الضوء الأحمر. في الدرس ذكر لي كل لون من ألوان الطيف السبعة طوله الموجي كام. بالنسبة للضوء البنفسجي أو اللون البنفسجي أقل الألوان من حيث الطول الموجي، إذن هو أكبر الألوان من حيث التردد، لأن بين التردد والطول الموجي علاقة عكسية، فهنختار أكبر منه. 3. تهاجم الحيوانات المنوية البويضة عند بداية قناة فالوب. 4. عند سقوط أشعة ضوئية على سطح مصقول الضوء بينعكس انعكاس منتظم.
علل. 1. مياسم بعض الأزهار ريشية لزجة. الإجابة لالتقاط حبوب اللقاح. رقم 2 في علل، الجزء ده محذوف من الدرس. ظواهر طبيعية مرتبطة بانعكاس وانكسار الضوء، الجزء ده محذوف من الدرس. 3. لا ينتقل الصوت في الفراغ. الفراغ اللي هو بين الشمس والأرض. الإجابة لأن الصوت موجة ميكانيكية يلزم لانتشارها وجود وسط مادي. الصوت علشان ينتقل محتاج وسط مادي ينتقل فيه، يعني مش بينتشر في الفراغ. فإذا الإجابة لأن الصوت موجة ميكانيكية يلزم لانتشارها وجود وسط مادي. 4. وجود الخصيتين داخل كيس الصفن خارج تجويف الجسم. الإجابة لحفظ درجة حرارتهما أقل من درجة حرارة تجويف الجسم بحوالي درجتين، وهي الدرجة المناسبة لنضج الحيوانات المنوية. ج. أذكر العلاقة الرياضية. هنكتب هنا العلاقة الرياضية أو القانون. إيه القانون اللي بيربط بين طاقة الفوتون وتردده؟ طاقة الفوتون بتساوي ثابت بلانك في تردد الفوتون. بلانك ده العالم ماكس بلانك. ده أثبت إن طاقة الفوتون بتتناسب طرديا مع تردده. لو حولنا الكلام ده لعلاقة رياضية، طاقة الفوتون بتساوي ثابت بلانك في تردد الفوتون. ايه اللي بيربط بين سرعة الموجة وترددها وطولها الموجي؟ في قانون بيقول عين بتساوي ت في لام. ده قانون انتشار الأمواج أو قانون انتشار الموجات. القانون بيقول عين بتساوي ت في لام. عين سرعة الموجة، ت ترددها، لام طولها الموجي. فهنكتب سرعة الموجة بتساوي التردد في الطول الموجي. السؤال الرابع ألف، اكتب المصطلح العلمي. 1. الجزء ده محذوف من درس انعكاس وانكسار الضوء. 2. تقنية حديثة تستخدم للحصول على أعداد كبيرة من أحد النباتات باستخدام جزء صغير منه، دي زراعة الأنسجة النباتية. أقصى إزاحة يحدثها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكونه، ده تعريف سعة الاهتزاز. 4. عضو تناسلي أجوف كمثري الشكل يتم فيه تكوين ونمو الجنين الرحم وده في الجهاز التناسلي لأنثى الإنسان. رقم ب. ماذا يحدث؟ 1. لمبيض الزهرة بعد إتمام عملية الإخصاب. بعد إتمام عملية الإخصاب في النبات، المبيض بيتحول إلى ثمرة والبويضة بتتحول إلى بذرة. إذن هيحدث إيه للمبيض؟ يتحول إلى ثمرة. 2. إيه اللي هيحدث لشدة استضاءة سطح؟ لما المسافة بين مصدر الضوء والسطح بتزيد من 2 متر ل 4 متر، من 2 متر ل 4 متر للضعف. المسافة هنا زادت للضعف. شدة استضاءة السطح بتتناسب عكسيا مع مربع المسافة. مربع المسافة بين السطح ومصدر الضوء. فلما المسافة بتزيد، شدة استضاءة السطح هتقل لأن بينهم تناسب عكسي. طيب المسافة هتزيد للضعف، المفروض شدة الاستضاءة تقل إلى النصف. ليه كتبنا تقل إلى الربع؟ علشان في مربع المسافة، فالمسافة هتزيد للضعف وفي كمان مربع، إذن شدة استضاءة السطح هتقل إلى الربع. 3. هيحدث إيه إذا انقطع الحبل السري أثناء الحمل؟ وظيفة الرحم إنه بيقوم بتغذية الجنين أثناء فترة الحمل عن طريق الحبل السري. فلو انقطع الحبل السري لن يصل الغذاء إلى الجنين. الإجابة لن يصل الغذاء إلى الجنين، وبالتالي طبعا موت الجنين. 4. هيحدث إيه عند سقوط شعاع ضوئي عمودي على السطح العاكس؟ ينعكس على نفسه، وممكن نوضح الإجابة بالرسم. ده السطح العاكس.
الشعاع الضوئي لما بيسقط عمودي على السطح العاكس بينعكس على نفسه. فالإجابة يرتد أو ينعكس على نفسه. ونوضح الإجابة بالرسم. آخر سؤال في المحافظة، دي مسألة على عجلة سفار. احسب تردد النغمة الموسيقية المماثلة لتردد نغمة صادرة من عجلة سفار عندما تدور بسرعة 960 دورة كل دقيقتين، علما بأن عدد أسنان الترس 30 سن. بنكتب القانون: ت بتساوي د في ن على ز. نعوض في القانون. تردد النغمة الموسيقية ت بتساوي د عدد الدورات 960 دورة في ن عدد أسنان الترس 30 سن على زين الزمن بالثانية. الزمن هنا دقيقتين، الدقيقتين يعني 120 ثانية. بنطلع الناتج، نضرب 960 في 30 على 120 هيطلع معايا 240. والتردد وحدة قياسه هرتز. إذا تردد النغمة الموسيقية 240 هرتز. الفيديو الجاي إن شاء الله هنحل محافظة الدقهلية. وعلشان يوصلك إشعار بحل المحافظة اشترك معايا في القناة وفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.